كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي. هنعمل بقى لشهر رمضان خبزة ونفرزها لسحور وفطور رمضان. وكمان مفيش احسن من العيش البلدي بصراحة في البيت. بس يا ريت تتابعيني للاخر علشان هقولك على الطريقة المظبوطة اللي تخليكي تعرفي ترحي من اول مرة. وكمان هقولك على خطوات مهمة جدا، بس تابعيني للاخر. ويا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. انا نخلت الدقيق في الاول وطلعت منه النخاله. معايا كده 15 كيلو دقيق مدعم، يعني دقيق اسمر. ما خلطتش مع الدقيق الاسمر اي دقيق. لو حابه بقى تخلطي مع الدقيق الاسمر دقيق ابيض او دقيق قمح، العيش البلد هيطلع معاكي تحفه. بعد ما نخلت الدقيق ضفت عليه معلقتين كبار ملح، وضفت 10 جرام خميره فوريه. بس انا لسه هضيف خميره طبيعيه من اللي انا عاملاها معاكم على القناه. هضيف مكعب خميره. لو انت مش هتضيفي خميره بيره، هتضيفي بقى 20 جرام، يعني حوالي معلقتين كبار من الخميره الفوريه. وبعد كده هنضفي الميه وننزل واحده واحده. انا عجنت العجينه في الاول عجينه يابسه، وكل ما احتاجت معايا ميه نزلت بالميه واحده واحده، يعني ما بنطريش العجينه مره واحده علشان ما تتقطعش. خطوات العجين هي اهم حاجه. هتظبطي خطوه العجين هتلاقي الخطوات كلها سهله. انا ضفت كده مكعب خميره من اللي انا عاملاها في البيت، يعني نص الكميه خميره فوريه ونصها خميره طبيعيه. الخميره الطبيعيه اللي احنا عاملينها بميه ودقيق بتخلي العيش البلدي بجد تحفه. فعلشان كده ما بقدرش استغنى عنها خالص. لو نسيت ان انا اربي خميره من بالليل، بضيف مكعب خميره من اللي انا عاملاه. علشان ما ينفعش ان انا اعجن بيها مباشرة، لازم نربي خميرة قبليها ب6 ساعات علشان تخمر معانا الكمية اللي احنا عايزينها. شايفين بقى ملمس العجينة؟ ملمسها ناعم. ونزلت بالمية واحدة واحدة. وزي ما قلت لك ظبطي العجينة، وكل الخطوات هتكون سهلة. علشان نعرفها مظبوطة ولا لا بنقطع رغيف وبنحط على وش العجين. لو سرح معانا على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط مش محتاجة مية. لو سرحت معانا جامد يبقى كده العجينة طرية، ويا ريت نظبط العجينة في الأول. يعني نحتاجت معانا دقيق نحط دقيق تاني ونظبط العجينة. ولو ما سرحش خالص يبقى كده العجينة لسه عايزة مية، ونظبط العجينة. واهم حاجة واحنا بنعجن ما نطولش في وقت العجين علشان العجين ما يبردش معانا. وكمان نخلي المية دافية ونظبط العجينة. وندفي العجين، يعني بعد ما بنخلص خالص بنكفي عليه صينية، وبنغطيه كمان بالحاف او ببطانية علشان يطلع معانا بسرعة. العجين اخد معايا ساعة ونص بالظبط ولقيته اختمر. بس لو اخد معاكي ساعتين مفيش اي مشاكل خالص. لو لقيتيه طول اكتر من كده يبقى الخميرة كده مش شغالة. محتاجين ان انت تضيفي خميرة تاني في مية. وتضيفيها وتسيبيه نص ساعة. اهم حاجة يعني ما تقطعيش خالص الا لما تلاقيه خمر. بتقومي بقى بترشي النخالة وبتقلي شوية النخالة. لو هتقطعيه على ملاية على الارض تقلي النخالة. ولو هتقطعيه في صواني هتقلي النخالة علشان ساعة ما تيجي تلقط الرغيف يبقى قعر الرغيف متساوي. بنقطع وبنوسع بعيد عن بعضه علشان لسه هيخمر. ولو هتقطعي بدقيق هتغطي علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة. لو هتقطعيه بزيت خليه كده متغطوش. بعد كده بنقطع بقى كمية حلوة في الشتاء علشان تخمر معانا ونيجي نخبز العيش يطلع معانا مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. لو عايزة بقى تعملي العيش البلدي من غير مطرحة ولا فرن، يبقى لازم بقى تجربي العيش اللي انا عملته وسويته على المصفى. بجد طريقته سهلة، وكمان تقدري تعملي 10 كيلو وتفرزيهم. وكمان العيش كله هيرتفع معاكي. لو عايزة بقى تتعلمي الرح، يا ريت تخلطي شوية نخال على شوية دقيق، ترشي منهم المطارح. وتمسكي بقى المطرحة كده من اليد، من تحت اليد، ما تمسكيهاش زي ما انا ماسكاها كده. لا، امسكيها من تحت اليد زي ما انا ماسكاها كده. الخطوة دي هتساعد معاكي ان انت تعرفي ترحي، وكمان تنطري الرغيف ويوسع معاكي بسرعة. وكمان تطلعي النخالة منه. اهم حاجة ان احنا نطلع النخالة علشان ساعة ما نسويه ما يتحرقش معانا. وبنجرب اول رغيف، لو لقيناه مظبوط بنكمل بقية الخبيز، لو لقيناه لسه فيه نفطة نصبر شوية ونرجع نخبز منه تاني. النفطة اللي هي بتخلي سمك الرغيف تخين من تحت، ومن فوق بيكون رقيق وبيتحرق معانا واحنا بنسويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من اول رغيف رميته طالع تحفة بجد. وكمان الخميرة الطبيعية اللي انا عاملاها في البيت بتخلي العيش البلدي تحفة. يا ريت برضو تجربيها، ده بمية ودقيق وما فيهاش اي حاجة خالص، هتعمليها وانت واقفة في المطبخ. يا ريت بس ترجعي تشوفي الفيديو موجود على القناة علشان تعمليها وتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة.
بعد كده انا جربت اول رغيف طلع معايا مظبوط، انا هكمل بقى بقيه الخبيز. لو لقيتيه بقى فيه نفطه زي ما قلت لك اصبري شويه. لو لقيتي العجينه بتتلزق معاكي على المطارح يبقى كده عجينتك كانت طريه. يا ريت نظبط العجينه، ونلم العجينه تاني ونضيف دقيق ونعجن العجينه ونسيبها نص ساعه، بس بنغطيها علشان زي ما قلت لك اهم حاجه التدفئه في الشتاء، وما نطولش في وقت العجين، والميه تكون دافيه والخميره تكون مظبوطه، علشان ساعه ما نيجي نخبز العيش البلدي يطلع معانا مظبوط. عملت معاكم كده العيش البلدي بطريقتين، اي طريقه هتلاقيها سهله ومناسبه ليكي اعملي بيها عيش بلدي وفرزيه لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بجد مفيش احسن من العيش البلدي بيبقى موجود في البيت. بجد ريحته تحفة، وكمان طريقته سهلة وسريعة، وكمان عيش المصفى هينفع للناس المبتدئة اللي ما بتعرفش تريحي خالص. يعني هتلاقيه سهل جدا معاكي وانت بتسويه كمان، نتيجته معروفة وبيرتفع كله، واللهم بارك بيطلع تحفة. اهم حاجة ان انت تجربي تعملي العيش البلدي في البيت. بجد طريقته سهلة. ان كان العيش البلدي على المطرحة صعب، جربي العيش البلدي اللي احنا بنفرده بالنشابة وبنسويه على المصفى. بجد الطريقتين اسهل من بعض، بس اللي انت هترتاحي له هو اللي هتعمليه. لو بيتلخبط معاكي وانت بترميه في الفرن، عايزاكي بقى تقعدي على حاجة عالية، وكمان توطي الشعل ساعة ما تيجي ترمي، وما تخليش الرغيف يبقى طالع بره المطرحة. هتيجي بقى ترمي ان شاء الله هتعرفي ترمي، وكمان هتعرفي ترحي. بس علشان تعرفي ترحي لازم بقى العجينة تكون معاكي مظبوطة من الاول، يعني ما تكونش عجينة طرية علشان ما تتلزقش معاكي على المطارح، ما تكونش عجينة يابسة قوي علشان تعرفي ترحي ويترحي معاكي بكل سهولة. يبقى خلي العجينة كده في الوسط. ولو لقيتي العجينة مش مظبوطة معاكي وانت بتخبزي، قومي ظبطيها. يعني لو لقيتيها طرية هتحطيها تاني في الطشت وتحط عليها دقيق وتعجنيها وتغطيها وتسيبيها لما تخمر، وبعد كده هتقطعيها وتسيبيها على النخالة تلت ساعة، وتيجي تخبزي هتلاقي بقى ان انت بتعرفي تخبزي. ولو العجينة يابسة جامد مش هتعرفي ترحي، وساعة ما تخبزيه العيش هيبقى طالع مجلد وناشف معاكي من الفرن. لو لقيتيها بقى كده، قومي بقى لمي العجين تاني بعد ما قطعتيه على النخالة وطريه بس بمية دافية، واغفي عليه صينية وغطيه، واول ما يخمر هتقطعيه وتسيبيه على النخالة. اول ما يبدأ يخمر هتشغلي الفرن تخبزي، ان شاء الله هتعرفي تخبزي العيش البلدي بكل سهولة. ده كده لو في حالة العجينة مش مظبوطة وانت بتخبزي. اما لو العجينة ظبطت معاكي من الاول هتلاقي بقى الخطوات كلها سهلة جدا. بجد انا مش بصعب عليكم ولا حاجة، كل اللي انا عايزاه ان انت تظبطي العجينة من الاول. يعني خلي العجينة كده في الوسط، واعملي اختبار اللي احنا بنحطه على وش العجين، هو اللي هيعرفك العجينة مظبوطة ولا لا. تيجي بقى تخبزي ان شاء الله من اول رغيف هتخبزيه هيطلع معاكي مظبوط. يلا بقى قومي جربي حتى لو 2 كيلو علشان تبقى مستعدية كده لخبزة رمضان. تعملي خبزة قبل رمضان بيومين، وبعد كده تفرزيها، ان شاء الله مش هتشتري عيش تاني وهتعرفي تعملي العيش البلدي. وزي ما قلت لك جربي عيش المصفى لو ما عندكش مطرحه ولا فرن، عيش المصفى كله بيرتفع وبيبقى حلو جدا. انا كده خلصت الكميه فرشتها على ملايه، هقطعها واعبيها في اكياس وافرزها. بتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه.